تخيل يا صديقي انك شغال في شركة وصاحب الشركة او المدير اللي عليك قالك انت هتجيلي كل يوم 5 مرات تقعد معايا تحكي لي ايه اللي مضايقك، تحكي لي مشاكلك، وانا بسلطتي ومكانتي هقدر احل لك كل مشاكلك. هتعمل ايه؟ هتروح له زي ما هو قالك ولا هتطنش؟ قالك كل يوم 5 مرات في كل قعدة هتقول لي زعلان من ايه؟ هتشتكي لي وتفضفض معايا وتتكلم معايا وهحل لك كل حاجة، وهتخرج من باب المكتب بتاعي وانت مطمن ومرتاح. مش كده وبس يا صديقي، ده بيقول لك كمان ان مكتبي مفتوح لك 24 ساعة. وقت ما تحس انك مخنوق او متضايق تخبط هتلاقيني فاتح لك الباب. مفيش وقت هقول لك لا معلش كمان شوية عشان هنام. مفتوح 24 ساعة في ال 24 ساعة. ده انت يا اخي لدرجة ان انت لو هتخبط عليه كل دقيقة هتخبط عليه. كمان في اخر الشهر هيديك مرتب كويس جدا. فما بالك بقى بربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى. ربنا بيقول لك في اليوم هتصلي 5 مرات، في كل صلاة هتتكلم معايا وهتشتكي لي وتقول لي ايه اللي مضايقك، وبعد الصلاة هتخرج مرتاح ومطمن، ولو مظلوم هيجيب لك حقك، ولو تعبان في حياتك هتخلص الصلاة هتلاقي نفسك ارتحت واطمنت. جيت لي في قيام الليل هتلاقيني موجود. ربنا سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل وينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. طيب أنا بصلي يوم و10 لا، لما برجع بشغف وبعد كده بهخ تاني وبرجع أكتر من الأول. بص يا صديقي، أنت لو عندك مشوار مهم الصبح بدري بتعمل إيه؟ بتعمل المنبه يجي 10 منبهات. هو المشوار دوت أهم من ربنا سبحانه وتعالى لما تعمل المنبه علشان تقابل ربنا سبحانه وتعالى. لو أنت عندك سفرية ولا حاجة بتخلي الدنيا كلها تصحيك والدنيا كلها ترن عليك، هي السفرية دي أهم من ربنا في حاجة؟ والله العظيم والله العظيم في من الناس كتير جدا ما بيدخلوا المساجد إلا في رمضان. ليه؟ هو رب رمضان مش رب باقي الشهور. والله في كتير من الناس جدا ما بيدخلش المساجد إلا في الجمعة. في كتير من الناس جدا ما بيدخلش المساجد إلا مرة واحدة بس، مش عشان يصلي، عشان نصلى عليه. والله انت لو تعرف تارك الصلاة ده عامل ازاي عند ربنا سبحانه وتعالى مش هتفوت صلاة. تعرف انت المصيبة اللي انت بتعملها في تركك للصلاة ابليس نفسه ما قدرش يعملها. ابليس اتطرد من الجنة بسبب انه مرضاش يسجد لآدم عليه السلام، فما بالك بقى انت بترفض السجود لرب آدم، يعني معصية وذنب ابليس نفسه ما قدرش يعملها. طيب انا بصلي بس بسرح كتير في الصلاة، اعمل ايه في السرحان؟ بص يا صديقي انا هقول لك على حلول كويسة جدا تخليك انك ما تسرحش كتير. اول حاجة وقلت قبل كده 100 مرة، ما تصليش بنفس الصور في كل صلاة. بمعنى ان انت في كل صلاة مثلا ما تصليش بنفس الايات اللي انت بتصلي بها على طول. غير، نوع. القرآن فيه 114 سورة، اختار اللي انت عاوزه. حاول وانت بتقرأ القرآن في الصلاة تدبر. لو جالك الشيطان انفذ 3 نفثات، مش اللي هو بقى لا، كده حاجات صغيرة، واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وكمل الصلاة. صدقني عمرك ما تسرح في الصلاة لو استشعرت عظمة ربنا سبحانه وتعالى وانت واقف قدامه. تخيل انت واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. تخيل كده انت واقف قدام شخصية مهمة، هتقف عامل ازاي؟ انت هتقف انتباه. في ناس بتصلي ازاي كده مش عارف ايه، يقول لك الحمد لله يا عم ان احنا بنصلي. في ناس كتير ما بتصليش، كتر خيرنا قوي ان احنا بنصلي. لا والله العظيم الصلاة هترجع لك تاني، ربنا يكورها لك كده ويرجعها لك في وشك تاني. صلي واستشعر عظمة ربنا سبحانه وتعالى وانت واقف قدامه، صدقني مش هتسرح في الصلاة.